رغم أنها رياضة غير أولمبية، فإن الكرة الحديدية تعتبر واحدة من أهم الاختصاصات اللي وشحت سجل الرياضة التونسية بالنجاحات والتتويجات، وساهمت في الترويج للسبور التونسي على أعلى مستوى. الحكاية انطلقت من عشرينات القرن الماضي، وين بدأت تتوسع قاعدة الممارسين، باش يتم في الخمسينات إنشاء زوز جامعات. الأولى تحت مسمى جامعة الكرة الحديدية المقيدة المعروفة بالبوليونيز، والثانية جامعة الكرة الحديدية الحرة المعروفة بالبيتونك، واللي عندها أكثر إشعاع وقاعدة ممارسين. قبل دمج الاتحادين سنة 1960 في هيكل واحد، اللي هو الجامعة التونسية للكرة الحديدية. هذا على المستوى الهيكلي. أما على المستوى الرياضي، فإنه بداية مشوار العالمية لتونس انطلقت في بطولة العالم للبيتونك 1959 في بلجيكا، وين بلغ منتخبنا المتكون من الثلاثي العيادي والشراد والبرشيشي الدور النهائي، وانهزم في الفينال ضد المنتخب الفرنسي. ميدالية فضية في أول مشاركة مونديالية فتحت الأبواب لأمجاد الرياضة. المنتخب أحرز أكثر من بوديوم في تاريخ المشاركات التونسية في مونديال البيتونك للفرق رجال، منها ثلاثة ذهبيات، وأولها في مونديال تونس 83 بفضل الثلاثي محمد الفرجاني وهادي جابر ومعطلة بن حميدة، مع تتويجات في مونديال فرنسا في مناسبتين في دورتي 86 و 97 بفضل الأخوين رؤوف وطارق العقيلي وعادل الجندوبي وخالد لكحل، اللي يعتبروا عناصر الجيل الذهبي للاختصاص. المادة الخام كانت موجودة منذ تأسيس هياكل اللعبة، الشيء اللي ساهم في بروز عدد هام من الأبطال، وأبرزهم سامي عطلة اللي دخل التاريخ كأول تونسي يحرز ميدالية ذهبية فردية في المونديال، وكان ذلك في بطولة العالم 2004 في مدينة غرينوبل الفرنسية، قبل ما تلتحق به منى الباجي اللي أهدت تونس ثاني ذهبية فردية في المونديال. سبتمبر 2023 نسخة مدينة كوتونو البنينية، الفينومين منى الباجي بعد رحلة صمود ومداومة دامت 12 سنة تعيد كتابة التاريخ وترجع للأذهان ذهبية الفرق السيدات في مونديال تركيا 2011 إلى جانب كل من منيا الصهال، نادية عبد السلام وسوسن بالعيد. ابنة تونس اللي كانت حاملة الراية التونسية في الألعاب المتوسطية وهران 2022، تعزز البالماريس الممتاز بتسعة ميداليات بطولة عالم، منها زوز ذهبيات، بالإضافة لكونها تعتبر أكثر رياضية تونسية في فئة السيدات إحرازا للميداليات على المستوى المتوسطي. مونديال البنين عرف بالمناسبة تتويج خالد بوقريبة بفضلية المسابقة. التاريخ الذهبي يحتفظ كذلك بإنجاز مونديال بلجيكا 2017، وين أهدى الثنائي مجدي الهمامي وأسمى البلي تونس ذهبية الزوجي مختلط دائما في اختصاص الحرة. بالنسبة للبولي أو الكرة الحديدية المقيدة، فإنه أشرف الزواوي نال شرف كونه التونسي الوحيد في التاريخ اللي تمكن من حصد ذهبية بطولة العالم فردي في الاختصاص، وكان ذلك في مونديال المغرب 2017، مع وجود أسماء متألقة على غرار الثنائي هناء الدريدي ويسرى المحمدي وغيرهم. وهكا يكون المنتخب التونسي خامس أفضل منتخب في تاريخ بطولة العالم لكل الأصناف. ويبقى السؤال المطروح عن سبب استثناء الهيكل الدولي الأولمبي من مشاركة الكرة الحديدية في الأولمبياد، خاصة وأن إدراجها في جدول مسابقات الألعاب الأولمبية بإمكانه أنه يعزز السجل الأولمبي التونسي بمراكز متقدمة. صدق محطات كبيرة في تاريخ الكرة الحديدية التونسية، وكل ديسيني عنا أبطال وما نبتوش برشا، وديما احنا السباقين على مستوى الإفريقي العالمي، لي ليدر. صحيح سوريا توا كيما قعديتوا في الريبورتاج معناها من بدايات البطولات العالمية معناتها تونس كانت في أول مشاركة كانت عندها ميدالية